تبدأ الأحداث مع واحد راجع المبنى اللي ساكن فيه وبيحاول يفتح الباب، بس القانون معصلج والمفتاح مش بيفتح. وفجأة التمثال اللي على سطح المبنى بيقع عليه وبيموت. بعد كده بتوصل كيت وفريق التحقيق لموقع الحادث، وفي الأول الموضوع بيبان إنه مجرد حادثة، وإنه مجرد تمثال قديم واتكسر من مكانه ووقع على واحد وموته. ولكن لما بيفحصوا التمثال بيلاقوا إن القاعدة بتاعته عليها آثار لحاجة زي العتلة أو أداة حادة، والأداة دي حد استخدمها عشان يشيل التمثال من مكانه، وكده بقى فيه شبهة جنائية في الموضوع. واللي بيأكد كده إن البوليس لما وصل لقوا إن الكالون الباب بتاع المبنى ملعوب فيه عشان ما يفتحش، وبالتالي القاتل هو اللي عمل كده عشان يضمن إن الضحية يقف في نفس مكانه تحت التمثال لغاية ما التمثال يقع عليه. لأنهم لما حققوا مع باقي السكان عرفوا إن آخر ساكن رجع المبنى من ساعتين قبل الحادثة، ولما رجع كان الكالون شغال بصورة طبيعية. والضحية اسمه ويل مادينا، بيشتغل عالم آثار في المتحف. ولما بيفتشوا شقته مش بيلاقوا فيها أي حاجة غريبة، حتى الجوابات اللي جايله مفيش فيها حاجة ملفتة للانتباه. مفيش بس غير جواب فيه رسومات غريبة وخلاص. وبيشكوا إن مدينة في علاقة مع واحدة لأنهم لقوا فرشتين أسنان في الحمام، وبيلاقوه مسجل في جدول مواعيده إن عنده ميعاد مع واحد النهاردة الساعة 5:30، والشخص اللي عنده ميعاد معاه اختصار اسمه سي تي وكاتب عنوانه، وتوقيت المقابلة كان قبل ساعتين من وفاة مدينة. بعد كده بتروح كيت وكاسل للمتحف وبيقابلوا راينز مدير مدينة، وما بيكونش مصدق إن مدينة مات لأنه لسه شايفه النهاردة. وبيكونوا حاليا بيجهزوا لإقامة عرض كبير في المتحف بعد شهر، والعرض ده هيعرضوا فيه مومياء ملك من ملوك المايا. والموميا دي كانوا لقوها في بعثتهم الأخيرة في المكسيك، واللي مدينة كان المسؤول عنها، وهو اللي اكتشف مقبرة الملك، وكان فيها مومياوات كتير متحنطة للخدم بتوعه. وكنت بتعرف من راينز إن مدينة ما كانش ليه أي حد، وأهله ميتين وملوش أي قرايب، وكمان ملوش أصدقاء ولا حبيبة. وريتشل خبيرة التحنيط في المتحف لما بتعرف إنه اتقتل بتفكر إنه بسبب اللعنة. وبيجي واحد اسمه روبرت بنتلي، وهو الممول لبعثة التنقيب عن مومياء الملك، وبيكون مقتنع هو كمان إن اللعنة هي اللي قتلت مدينة. وراينز بيقول لهم إنهم لقوا في مقبرة الملك وجملة بتقول إن كل واحد هيبص على وش الملك هتصيبه لعنته. وعرفهم إن فعلا في كذا حادثة حصلت للأشخاص اللي كانوا مشاركين في البعثة. واحدة مثلا من الطالبات حديثي التخرج المشاركين في البعثة اسمها نيكول، لقوا بقايا جثتها بعد ما هاجمها نمر في منطقة قريبة من مكان التنقيب. وواحد اسمه فيشر من اللي كانوا في البعثة مات هو كمان بسبب حمى الضنك. بس راينز بيكون مقتنع إن دي مجرد حوادث عادية وملهاش دعوة بأي لعنة. وكيت سألته إن كان لمدينة أي أعداء، فبيعرفها إن في البعثة ادعى مجموعة من مواطني المايا إن مدينة ضحك عليهم عشان يعرف مكان مقبرة الملك، وفي الآخر سرقها منهم. وفي حد من الناس دول بعت تهديدات بالقتل لمدينة وراينز، وورا لها جواب عليه نفس الرسومات اللي لقوها عند مدينة في الجواب اللي مبعوت له. وطلع إن دي كلمات بلغة المايا القديمة ومعناها الموت ينتظر سارق القبور. تاني يوم في القسم بيكونوا فحصوا جوابات التهديد وملقوش عليها أي بصمات. وكده طرف الخيط اللي هيمشوا وراه إنهم هيتتبعوا طابع البريد اللي موجود على الجوابات ويعرفوا المنطقة اللي اتبعتت منها، يمكن وقتها يقدروا يوصلوا للشخص اللي بعت الجوابات. وطرف الخيط التاني هو إنهم يعرفوا هوية الشخص سي تي اللي كان عنده مقابلة مع مدينة، وبيكونوا زاروا العنوان اللي مدينة كان كاتبه، وطلع إنه مبنى فيه كذا مكتب. ودوروا ورا كل الناس اللي بيشتغلوا هناك ولقوا إن في 8 أشخاص أسمائهم بتبدأ بسي تي، لكن ولا واحد منهم يعرف مدينة. وما بيقدروش يوصلوا لأي حاجة تساعدهم، حتى البصمات اللي رفعوها من شقة مدينة ما بتكونش مطابقة لأي شخص في قاعدة البيانات. بعد كده الطيبة الشرعية ليني بتلاقي آثار لمادة كانت موجودة على عتلة الحديد اللي تم استخدامها في تحريك التمثال. وتقريبا المادة دي كانت على هدوم القاتل وانتقلت منه للعتلة وانتقلت منها للتمثال. والمادة دي عبارة عن كذا مركب بيستخدموه كسماد لنوع معين من القرع اللي بيتزرع في المنطقة اللي كان فيها أعمال التنقيب عن مقبرة الملك. وكمان لقوا نفس آثار المادة على رسائل التهديد اللي اتبعتت لمدينة وراينز. وكده وارد جدا إن يكون الشخص اللي كان بيهددهم نفذ تهديده وقتل مدينة. بعد كده كيت بتتواصل مع دايرة النقل وبتعرف مين من مواطنين المايا المقيمين في منطقة التنقيب وصلوا نيويورك في الكام يوم اللي فاتوا. وبيطلع إن واحد بس اسمه شيكا تاي وصل نيويورك من 4 أيام، فقاموا قابضين عليه. تاي عنده سوابق قبل كده في التعدي على السياح اللي من وجهة نظره إنهم بيعتدوا على آثار حضارة المايا وبيدمروها. وكيت وريت له جوابات التهديد، وتاي مش بينكر إنه بعت الجوابات دي لأنه حاول يقابل مدينة في المتحف بس مدينة رفض، فاضطر يبعت لهم الجوابات دي. هو كل اللي كان عايزه إن المتحف يرجع المومياوات والآثار اللي خدوها لشعب المايا مرة تانية، لأن الآثار دي من حق شعبه. ووجهة نظر تاي إن باقي شعب المايا هم أصل من نسل الملك كان أكسول اللي المتحف لها قبره، وهم الورثة الشرعيين للملك مش المتحف ولا الحكومة. ولما كيت بتتهمه إنه قتل مدينة، تاي بينكر إنه قتله وبيعرفها إن الجوابات اللي بعتها كان قصده بيها إنه يفكر مدينة بلعنة فتح المقبرة اللي هتصيبه.
وبيعرفهم المكان اللي كان موجود فيه وقت ارتكاب الجريمة، وبيفضل محبوس لغاية ما التحقيقات تخلص. بعد كده بيتأكدوا فعلا من حجة غيابه، وبيطلع إنه كان بيعمل لقاء صحفي مع مراسل ومخلصش اللقاء إلا بعد وفاة مدينة بشوية. أما موضوع آثار مادة السماد اللي لقوها على التمثال فممكن تكون بقايا على كل الناس اللي شاركوا في البعثة، وكده مفيش مشتبه فيه محدد. وبيقدروا يفرغوا محتويات تليفون مدينة اللي لقوه في جيبه لما مات، وبيشوفوا عليه صور للبنت اللي مرتبط بيها، وبيطلع إنها ريتشل زميلته في المتحف. وبيستدعوها للتحقيق، تعترف إنها كانت فعلا في علاقة مع مدينة، وإن علاقتهم بدأت بعد ما رجعوا من رحلة التنقيب الأخيرة. وكسبت قبل كده وما قالتش إنها حبيبته لأنها كانت خايفة من راينز، لأن راينز كان بيكره مدينة ولو عرف إنهم على علاقة ببعض هيرفدهم من المتحف. وبتحكي لهم إن راينز كان بيحمل مدينة مسؤولية موت نيكول، لأن مدينة كان المسؤول عن كل الطلاب الخريجين في البعثة. ولما نيكول ماتت راينز زعل عليها جدا، وحط اللوم على مدينة لأنه سمح لها إنها تروح الغابة لوحدها. وكان بيقول إن مدينة كان لازم هو اللي يموت يوميها مش نيكول. ومن ساعة ما رجعوا من رحلة التنقيب ووصلوا المتحف راينز كان دايما بيحاول يتخلص من مدينة ويرفضه، بس ما كانش قادر لأن مدينة هو اللي اكتشف المقبرة. وبتروح كيت وكاسل المتحف عند راينز، ومش بينكر انه بيكره مدينة، بس مش معنى كده انه يقتله. وراينز بيتهم مدينة انه كان في علاقة مع نيكول، وعشان كده هي دخلت الغابة يوميها عشان تقابل مدينة، وانها ماتت بسببه. وبيضيف كمان لكلامه انه شافهم مع بعض قبلها بيومين، وطلب من مدينة انه يقطع علاقته بيها لانه مديرها في الشغل وما ينفعش يكون بينهم علاقة، بس مدينة رفض. وكيت بتشك في راينز ان هو اللي قتل مدينة، بس بيكون عنده حجة غياب قوية وقت الجريمة، والحجة هي انه على طول هنا موجود في المتحف، ويعتبر مقيم هنا لغاية ما يعملوا الافتتاح. بعد كده بيتأكدوا إن راينز وريتشل كانوا موجودين في المتحف في اليوم اللي اتقتل فيه مدينة، بس لسه مش بيلاقوا حد من اللي كانوا موجودين في المتحف وقتها يكون شافهم وقت ارتكاب الجريمة بالظبط عشان يأكد وجودهم في المتحف وقت الجريمة. وبيفتشوا في سجلات مدينة المالية، وبيلاقوا إنه حط 10,000 دولار في حسابه قبل ما يموت ب4 أيام، وسحب الفلوس تاني في اليوم اللي مات فيه الصبح. تاني يوم بيكونوا تواصلوا مع البنك وجابوا صورة مدينة يوم سحب الفلوس، وكان معاه شخص تاني. ولما بحثوا عن الشخص ده بيعرفوا ان اسمه نورتون جرايمز، كان مسجون سنتين بتهمة الاتجار في المخدرات وخرج من فترة. فبيشكوا ان مدينة كان بيتاجر في المخدرات، بما ان المكسيك هي المورد الاول للكوكايين، وهو كان بيسافر المكسيك كتير بسبب شغله، يبقى هو كان بيهرب المخدرات في الشحنات الاثرية. ووارد انه يكون اختلف مع نورتون ونورتون هو اللي قتله. بعد كده بيقبضوا على نورتون، وبتيجي الكيت مكالمة من الدكتورة لين، وبيكونوا حللوا المادة اللي لقوها على التمثال. وبجانب مواد السماد لقوا كمان آثار لأنسجة بشرية قديمة، يعني الشخص اللي وقع التمثال اتعامل مع مومياوات قبل كده. وبتفكر كيت إن لو مدينة كان بيهرب المخدرات في توابيت المومياوات فوارد تكون آثار الأنسجة البشرية التصقت بنورتون لما استلم المخدرات من مدينة. وفي التحقيق نورتون بينكر إن ليه علاقة بتجارة المخدرات، وبيفضل يأكد إنه من بعد ما خرج من السجن وهو بعيد عن المخدرات تماما. وكيت ورت له صورته مع مدينة في البنك يوم ما اتقتل الصبح، وبتهدده إن دي ممكن تكون دليل ضده، خصوصا بالنظر لسجله الإجرامي. فبيعترف إنه بقى بيشتغل في تجارة الآثار من ساعة ما خرج من السجن. وهو قابل مدينة من سنة في حفلة لجمع التبرعات للمتحف، وتعرف عليه واداله رقمه، وعرفه إنه مستعد يلاقي مشتري لأي حاجة يعوز يهربها من المتحف. وبعد كام أسبوع مدينة تواصل معاه وفعلا هرب قطعة أثرية من المتحف، ونورتون لقى لها مشتري، وهما الاتنين كسبوا فلوس كتير من الموضوع. والمرة دي نورتون كان هيشتري منه موميا لصالح شخص بيجمع التحف، وراح لمدينة المتحف وعرض عليه الموضوع، ومدينة رحب بالموضوع ووافق. واتفقوا انه هيبيع موميا من مومياوات الخدم بتوع الملك، لان ما حدش هيلاحظ اختفائها الا بعد سنين، بما ان كل الاهتمام هينصب على مومياء الملك. وكان هيبيع الموميا رقم 6 لان هي اللي كانت هتتخزن في المخزن تحت. وال10,000 دولار دول كانوا مقدم من اصل 250,000. ولكن بعد كام يوم نورتون راح لمدينة عشان يسترد الفلوس، لأن الزبون غير رأيه بعد ما بعت واحد تبعه للمتحف يبص على الموميا. وفعلا مدينة سحب الفلوس من البنك واداها له. بعد كده كيت عرضت الكلام على مونتجمري، وعشان يتأكدوا من كلام نورتون بيطلعوا أمر قضائي عشان ياخدوا عينات من توابيت المومياوات، ولو لقوا فيها آثار مخدرات يبقى نورتون بيكذب، والموضوع كله كان ليه علاقة بالمخدرات، وإن هو فعلا كان بيهرب مخدرات مع مدينة. ولكن لو ما لقوش حاجة يبقى ممكن يكون كلامه حقيقي. وبيروحوا المتحف وبياخدوا عينات من التوابيت، ولكن لما بيوصلوا للتابوت رقم 6 عشان ياخدوا منه عينة بيلاقوا التابوت فاضي ومفيش فيه الموميا. وبعد كده التحاليل بتأكد إن مفيش أي تابوت فيه أي آثار مخدرات. وبيفكروا إن فعلا كلام نورتون صح، وإن مدينة كان هيبيع الموميا. ولكن لما الزبون بتاع نورتون تراجع مدينة باعها لحد تاني، بس الفكرة دي طلعت غلط، لأن واحد من الباحثين في المتحف عرفهم إنه شاف الموميا في التابوت بعد ما مدينة اتقتل بيوم. تاني يوم بيكونوا رفعوا البصمات من على التابوت، ولقوا بصمة واحدة غريبة عن الأشخاص اللي شغالين في المتحف، وطلعت البصمة بتاعت واحد اسمه تشارلز تايلور، واختصار اسمه سي تي.
وبيشتغل في المبنى اللي مدينة كان كاتب عنوانه في شقته. وده واحد من الثمان أشخاص اللي حققوا معاهم في الأول واللي قالوا إنهم ما يعرفوش مدينة. بيقبضوا على تشارلز تايلور وبيأكد على كلامه إنه فعلا ما يعرفش مدينة، وبينكر إنه راح المتحف قبل كده. وكيت بتواجهه ببصماته اللي على التابوت، وبسبب البصمات ما بيقدرش ينكر وبيعترف إنه فعلا راح المتحف، وعرفها إنه راح من 5 أيام عشان يفحص الموميا رقم 6. وبعد كده سمع بموضوع قتل مدينة، فأنكر إنه يعرفه عشان ما يتورطش في حاجة. وعرفهم إن اللي بعته المتحف هو المشتري اللي جاي عن طريق نورتون، وكان بعته عشان يتأكد إن الموميا أصلية. وتشارلز اتعامل مع المشتري ده كذا مرة قبل كده، وهو اللي كان بيفحص له التحف والآثار اللي كان بيشتريها. والمرة دي لما تشارلز راح عشان يفحص الموميا أخد عينة من عظمها، واكتشف إن عمرها أقل من 500 سنة، بس التابوت نفسه والقماش اللي ملفوفة فيه عمرهم أكتر من 2000 سنة، وده معناه إن الموميا مزيفة ومش من عهد الملك اللي مدفونة معاه. فساعتها تشارلز كلم مدينة وعرفه اللي وصل له، ومدينة ما كانش مصدق وطلب انه يقابل تشارلز، واتفقوا على ميعاد في اليوم اللي مدينة مات فيه. ومونتجمري بيجي يقطع التحقيق لانهم لقوا الموميا المفقودة ولقوها موجودة في مخزن المتحف. وجيت بتفكر ان كل حاجة حصلت كان ليها علاقة بالموميا. مدينة اتقتل بعد ما عرف ان الموميا مزيفة، ودلوقتي في حد بيحاول يخفيها. وبيودي الموميا للمشرحة، والدكتورة ليني بتقدر تحدد زمن وفاتها، وبتكون ميتة من 4 شهور فقط. بس اللي حنطها كان شخص خبير في التحنيط، وسحب كل الدم منها عشان تنشف بسرعة، وشال كل أعضائها. أما سبب الوفاة فهو ضربة قوية على الراس. وبيقدروا يحددوا هويتها من سجل الأسنان، وبتطلع إنها جثة نيكول، البنت الخريجة اللي اتقال إنها ماتت من هجوم نمر في البعثة. وكان وقتها زمايلها لقوا جزء من هدومها وقطعة من فروة الراس، فاستنتجوا ساعتها إن في نمر هاجمها. ولكن اللي حصل إن في حد قتلها، وعشان يتخلص من الجثة حطها مكان موميا حقيقية عشان محدش يشك في أي حاجة. بس من حظه السيء إنه يصادف إن مدينة يبيع الموميا دي بالذات والموضوع يتكشف. ولما مدينة عرف من تشارلز إنه عمر الموميا يعتبر حديث، حب يتأكد بنفسه. والقاتل طبعا عارف الكلام ده، فقرر يتخلص من مدينة ويقتله عشان ما يتكشفش. وبيشكوا في ريتشل بما إنها متخصصة في التحنيط، وبيقبضوا عليها. وفي التحقيق كيت بتتهمها بالقتل، وبتقول لها انت لما عرفتي ان نيكول في علاقة مع مدينة قررت تتخلصي منها. وريتشل بتنكر ان ليها علاقة بقتل نيكول وانهم اصلا كانوا اصحاب. وبتكون متفاجئة اصلا ان نيكول اتقتلت على ايد حد، وفاكرة طول الفترة اللي فاتت ان النمر قتلها. وكمان بتنفي ان نيكول كانت على علاقة بمدينة، وقالت لها ان كل البنات اللي كانوا في البعثة كانوا معجبين بمدينة، وكمان نيكول كانت معجبة بيه، بس تراجعت عن الفكرة لما عرفت انه معجب بريتشل. ولكن رايانز مدير المتحف كان معجب بنيكول، وكل الناس كانوا عارفين كده. ولما كيت بتواجهها ان هي الوحيده اللي تقدر تحنط الجثه، ريتشل بترد وبتقول لها ان راينز اصلا هو اللي معلمها التحنيط، ووارد يكون هو القاتل. وبتقول لها ان عمليه التحنيط بتحتاج شغل باليد، وسهل جدا يلاقوا عينه على الجثه من الشخص اللي كان بيحنطها، وهي مستعده انهم ياخدوا عينه دي ان ايه منها ويطبقوها بالجثه. وبتكون متاكده ان راينز هيرفض حاجه زي كده لو طلبوها منه. وفعلا بتروح كيت وكاسل عند راينز في المتحف، وبتوجه له تهمه قتل نيكول ومدينه. وراينز بينكر وبيقول لهم انه ما قتلش حد. وكيت بتكون مجهزة أمر قضائي عشان تاخد منه عينة دي إن إيه. وراينز بتصدم ومش بيلاقي مفر منهم وبيحاول يهرب، بس البوليس بيكونوا محاصرين كل مخارج المتحف وبيقبضوا عليه. بعد كده كيت عرفت مونتجمري إن راينز اعترف، واللي حصل إنه استدرج نيكول للمقبرة عشان يقضي معاها الليلة. ولكن لما هي رفضت زعقوا مع بعض والموضوع كبر واتخانقوا سوا وقتلها. وجات له فكرة إنه يحولها الموميا. وأما الموميا الحقيقية فكانت هشة جدا لدرجة إنها اتحولت لرماد أول بس ما شالها من القماش اللي كانت ملفوفة جواه. واعترف انه فعلا قتل مدينة بعد ما عرف ان موضوع ان الموميا لسه حديثة، وقرر يقتله عشان ما يكتشفش جريمة قتل نيكول. واستخدم حربة معدنية عاملة زي العتلة عشان يحرك بيها التمثال اللي واقع على مدينة، والحربة دي لقوها في موقع التنقيب. بعد كده بيتم الإفراج عن طاي، وبتكون كيت تواصلت مع بنتلي ممول للبعثة، ووافق إن كل الآثار اللي خدوها ترجع لشعب المايا بعد ما افتتاح المتحف يخلص. وبكده خلص الحلقة. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، عرفونا رايكم في التعليقات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا معانا في القناه عشان توصلكم الحلقات الجديده. سلام.